ده فيديو كوميدي والله مش اكتر ما يعني. تنكروش انه ده درس انت اتعلمته بعد كده، ان يبقى معاك لاعب مريح في التعامل، عارف تتعامل معاه، عارف تتكلم معاه، عقده اصلا مناسب للزمالك ماديا. يعني انت لاعب رحل عن الفريق، فالناس كانت تقعد تفكر طب احنا هنجيب مين هيحل محله، مين هيجي طب يا جماعه مكانه، طب هنعمل ايه. وفاكره وقتها كان كلام جماهير نادي الزمالك على السوشيال ميديا، وكمان وزعلهم على الموضوع ده. ولكن سبحان الله بعد رحيله ربنا عوضك بلاعب كبير وهو البرازيلي اخوان بزيرا. جوهره كده، عارفين انا بحس ان اخوان بزيرا لايق قوي على الزمالك، لايق قوي على مدرسه الفن والهندسه، هو تحسه روح وشكل مدرسه الفن والهندسه. الخبر بتاع التجديد وهيتم تجديد ولا لا، وتبتدي ان انت تستنفذ كل ميزانيتك على لاعب، كل فلوسك رايحه على لاعب، بتجمع للاعب، مشاكلك كلها موجوده في لاعب واحد بس. يعني طب ايه اللي بيحصل في الملعب يعني يخليك تدفع هذا الكم من المبالغ الهائله؟ يعني مفيش، يعني هو مجرد جري في الملعب، ضربات ثابته، بنجري في الملعب وخلاص، بس الموضوع انتهى لحد هنا. بتشوف خوان بزيرة بتستمتع كده بلعبه في الملعب. عارفين انتوا اللاعب اللي هو بيقول لك يطلع الاهات من المدرجات، يعني لاعب كمان. ده درس احنا اتعلمناه، يعني ما تنكروش انه ده درس انت اتعلمته بعد كده، ان يبقى معاك لاعب مريح في التعامل، عارف تتعامل معاه، عارف تتكلم معاه، عقده اصلا مناسب للزمالك ماديا. لان هو سنه صغير، احنا بنتكلم على خالد بزيرة 23 سنه، يعني قادر يديك في الملعب كذا كذا سنه. اهم نقطه انه ما عندوش بابا، اهم نقطه. يقول لك راضي بابا وراضي العيله وبابا عايز لا 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 لا، انت خلصت من القصه دي تماما. وصلحوا لي عربيتي، قصص الحمد لله احنا مش موجوده عندنا. الدنيا استقرار جدا جوه اوضه اللبس على فكره في نادي الزمالك. اقسم بالله انت واللي زيك كوميديين، اقسم بالله وبتعملوا